السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد من قناتكم مستر سليم. اليوم جينا نتكلموا على مباراة المنتخب الوطني الجزائري اللي فاز بها بهدف مقابل صفر من توقيع القائد رياض محرز في الشوط الأول. خوتنا ضربة الجزاء اللي جابها أيت نوري بتوغله داخل منطقة الجزاء راوغ اللاعب البوركينابي، وصلت ثم ضربة الجزاء صفرها الحكم. والحمد لله الفوز اليوم. هكذاك اكمل اللقاء. اليوم راح نديروا تحليل على بعض الاخطاء المنتخب الوطني الجزائري، اشياء رغم اننا صراحه شفت المباراه وخايف، يعني خفت لان يعدلوا علينا. فما عبالكم مباراه كسر الشك في قلوب المنتخب الوطني، في قلوب اللاعبين صراحه، وفي قلوب الشعب الجزائري صراحه. يعني باسكو لو كان تعادلنا في هذا اللقاء هذا يدخل الشك في وسط اللاعبين ويدخل الشك في الجمهور الجزائري على ان المنتخب ماشي يمشي كما لازم الحال. الحمد لله اليوم بهذا الفوز هذا بين المنتخب الوطني على انه يعني كما يقولوا راهو في تحسن مستمر. لقاء يجيب لقاء، هذه هي دوره الملاقه باذن الله تعالى. سواء كما يقولوا احنا تاهلنا في بقات مباراه غينيا يعني، مي احنا تاهل يعني رانا في الدور الثاني. سواء قبلوا كاين غينيا بون، كاين الكونغو وكاين السينغال، يعني في الجروب الاخر اللي راح نتقابلوا معاه. حنا ماذا بنا اننا نكونوا نتلاقاو مع الكونغو ديمقراطيه، باسكو لم يحن الاوان باش نتلاقاو مع السينغال فريق ما نقولوش بلي رانا خايفين هم، ولكن كما نقولوا حنايا رانا في كسب الثقه، في مباريات كسب الثقه. ماذا بينا نفوزوا بالمقابلات ونافونسيو لو ماكسيموم في هذه البطوله هذه، باش على الاقل نديروا حاجه لما لا كار دي فينال دومي فينال، لما لا ندوها، فاهم؟ باسكو لا شيء مستحيل في كره القدم. شاهدنا المنتخب الوطني في 2019 من كان يرشحه للفوز بكاس افريقيا، الحمد لله فزنا بها وجبناها وكانت الثانيه للمنتخب الوطني الجزائري. راني متحمس وراني حايب نشوف المنتخب الوطني الجزائري يجيبها للمره الثالثه وين في المغرب، بلد كره القدم. فصراحه المنتخب المغربي عنده لاعبين كبار صراحه، اشرف حكيمي، ابراهيم دياز وغيرهم من اللاعبين اللي يمتلكون مستويات راقيه ويلعبون يعني في اكبر الانديه في اوروبا. يعني تديها في البلد هذا لبلد كره القدم يعني، وجار كذلك، لما لا؟ المره اللي فاتت كما يقولوا في النسخه اللي فاتت اللي دينا فيها في 2019 ديناها في مصر كذلك، مصر فريق قوي وديناها في منتخب قوي وديناها في بلادهم. لما لا نعودها وندوها في المغرب؟ نتكلم على مجالات اللقاء خفيف ظريف خاوتنا باش ما نطولوش عليكم وباش الفيديو ما يجيكمش ثقيل شويه. على بالي كي نكثر الهضره بزاف الفيديو يجيكم ثقيل، قررت باش ندير لكم فيديو خفيف ظريف ونتكلموا عليه. صراحه بدايه اللقاء نبداو من منعرض اللقاء اللي تبلس فيه جوان حجام اللاعب. صراحه كان يعني بدا بدايه جيده على الرواق الايسر، كان يدافع مليح، وجوان حجام دفاعيا وهجوميا ممتاز. ايت نوري نقص المنافسه مع مانشستر سيتي خلاه متاخر كثير في لي ديوال، متاخر كثير على الكره، رغم انه جاب لنا يعني كما يقولوا جاب لنا البينالتي ولا في بعض لي زاكسيليراسيون اللي كان يديرهم. ولكن ايت نوري راهو روتار كذلك في اخذ الكره ولا في اخذ لي ديسيزيون اللي يديرهم. يعني راهو متاخر كثير ايت نوري، يجب العمل عليه لكي يعود ايت نوري اللي كان من قبل، اللي كان مع وولفرهامبتون ولا مع مانشستر سيتي ولا حتى مع المنتخب الوطني سابقا. لاعب ممتاز، ولكن في الاونه هذه ما راهوش في المستوى المطلوب صراحه. كي نتكلموا على الدفاع المنتخب الوطني الجزائري اللي تكون من رامي بن سبعيني وعيسى ماندي وشرقي الذي اصيب في اللقاء وخرج وعوضوه بعابد. كي نهضروا على شرقي تقول لي كان هجوميا ما كانش مليح، مي دفاعيا هذه تعليمات المدرب بكل يعني. قال له ما تطلعش بزاف باش باسكو علاش لي الاجنحه تاع بوركينا فاسو اجنحه يعني يمتلكون سرعه فائقه، شاهدناهم في الشوط الاول ولا حتى في الشوط الثاني. لكن بيتكوفيتش تفطن لهذا الامر ودرس فريق بوركينا فاسو على هذيك، دار حجام وشرقي. حجام لي ممتاز دفاعيا وشرقي لي مدافع في الاصل، مدافع يعني لاكسيال. داروا على الجهه اليمنى باش يغلق
الأروقة، ولكن بإصابته أدخل بالغالي صراحةً. دخوله ما كانش كيما يقولوا، ما دخلش ديريكت في اللقاء، ضيّع بعض الكرات، ولكن الحمد لله كانوا اللاعبين كانوا في يد واحدة وجابوا لنا لا فيكتوار هذه. نروحوا لوسط الميدان، نروحوا مع كان لاعب بالناصر بوداوي ومازا. صراحة بالناصر اليوم فعل كل شيء في رقعة الميدان، استرجاع الكرة، العمل على الهجمات المعاكسة، يعني لعب، يعني كرياسيون دو جو، اخترق الدفاعات، مر تمريرات، كان في المستوى المطلوب. بوداوي مقارنة بالمباراة الماضية أمام السودان ما كانش مليح فيها كما نقولوا حنا بالعامية تاعنا، ما كانش يعني كان يدير زيادة كذلك بالكرة، وما كانش يمرر يعني كما نقولوا للأمام، كان دائما يرجع للخلف. ولا شاهدته في المباراة بوداوي كان ناقص في هذه المقابلة هذه، رغم أنه مد مجهودات، ولكن ماشي بوداوي اللي نعرفوه، ماشي بوداوي اللي متعودين عليه، اللي يلعب الامام ويراوغ ويتقدم بالكره. لا نعرف هل هي تعليمات المدرب بيتكوفيتش الذي قال له لا تحتفظ بالكره ولا تتقدم بها. ما نظنش هذا الشيء، لانه وسط ميدان دفاعي، وممكن انه ميليتيري يعني يحكم الكره ويروح. ما كانش مدرب انه يقول لك ما تخرجش بالكره، ولا ما كانش مدرب ماذا به لعاب وسط ميدان ما يخرجلوش بالكره. شفنا بالناصر كان يحتفظ بالكره ويغطيها ويخرج بها عادي. مازا خلق بعض الفرص، ولكن خانته الخبره لصغر سنه، كذلك خانته الخبره شويه في خاصه في لافينيسيون، يعني امام المرمى ضيع بعض الفرص. ايت نوري كذلك ضيع واحده تاع راس راس. دونك كلنا ضيعنا، كانوا ثلاث فرص يعني قادرين يسجلوها وما حصلناش الشرف اننا نسجلوها. مي معليش 1-0 يكفي. لكن نوليو الرياض محرز يعني خرج في وقت تبكر شويه صراحه، خرج بكري. بيتكوفيتش دار شونجمون بكري، حتى الحارس لو كان شفتوه شغل ما عجبوش الحال كي خرج في بدايه الشوط الثاني، يعني الدقيقه 56 على ما اظن، خرج رياض محرز قائد الفريق يخرج في وقت كما هذا. يعني نقطه استفهام، يعني لماذا؟ اسكو ما كانش يمد يعني اللازم، ولا غلق بكري؟ بيتكوفيتش رجع للخلف بكري شغل، خلى اللاعبين ولا منتخب بوركينا فاسو يلعب كما حب، يعني يضغط على فريقنا، يعني فريق الجزائري. على كل حال كي نقولوا عمورة ادى ما عليه الا التسجيل صراحه. في المباراه الثانيه على التوالي لم يسجل فيها عمورة. ان شاء الله ما يدخلوش الشك، باسكو يبقى لاعب ممتاز سيا. ولكن فريق البوركينابي درس المنتخب الوطني، وعلى باله باللي نقطة قوة المنتخب الوطني الجزائري هي عمورة وسرعته. ثم غلق له المنافذ وما خلاش يتحرك بتاتا. ثم هذه هي. ودا عرف كذلك محرز ونقطة قوة المنتخب الوطني الجزائري في لي باس بروفوندور. ثم غلق كل شيء، غلق المنافذ على اللاعبين، والحمد لله جا ضربة جزاء من اللاعب اللي ما كانوش ينتظروه، هو ايت نوري، وجبنا ضربة جزاء وسجلها القائد رياض محرز. اما بونجاح لاعب المحطة اللي لعب دور لاعب المحطة، كي دخل وشفناه في كل مرة كان يجيب اخطاء، كان يكوفري، كان يخرج بالكرة، كان يدير اشياء، ولكن دائما يبقى معزول. لا نعرف لماذا. هل خطة بيتكوفيتش تدع بونجاح معزولا في الامام، ام بونجاح لعبه؟ هذا هو. على كل حال حنا على بالنا باللي بيتكوفيتش ما يحبش يلعب براس حربه واحد، يعني ما يحبش يلعب لو سيستيم كلاسيك تاع لو 4 3 3 ويلعب بان جوار اون بوينت. على كل حال بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، والحمد لله فزنا بهذا اللقاء امام بوركينا فاسو، منتخب صعب جدا صراحه. وكانت كما يقولوا الدرجه صعيبه بزاف علينا، والحمد لله تاهلنا للدور الثاني. ان شاء الله نطيحوا مع الكونغو الديمقراطيه، رغم اني راني نقول الكونغو، ولكن بالك لا، عندهم منتخب قوي ومنتخب متماسك. ان شاء الله خاطرنا نروحوا بعيد في الدوره هذه ونديروا حاجه. تهلاو لنا في رواحكم، والسلام عليكم.